مين بدها تغني لي لاستقبال الحجاج ونقول احنا ودعناهم وبدنا نستقبلهم؟ خالتي يلا بدنا نسمع. بس بدي تشدوا حيلكم، الصوت اعلى شوي. حنان ولا غناني؟ حنين ولا حنين؟ حنين ولا غناني؟ لاستقبال الحجاج. يوم إنك لطمهم شت الزيتون، يوم إنك لطمهم شت الزيتون، يوم إنك لطمهم ويوم إنا لكنهم هنا وسرور، يوم إنا لكنهم هنا وسرور، يوم إنا لكنهم هنا وسرور، يوم إنا لكنهم هنا وسرور، ويوم ما كلطناهم شت التفاح، يوم إنا كلطناهم شت التفاح، يوم إنا كلطناهم شت التفاح، يوم إنا كلطناهم شت التفاح، ويوم ما لكناهم هنا وفرح، يوم ما لكناهم هنا وفرح، يوم ما لكناهم. هاي الحجاج، هاي للحجاج، لاستقبال الحجاج. طيب كمان من العادات القديمة اللي عادة بتجتمعوا فيها وبتقولوا بدنا نغني. مين بحب يحكي لي عادات ثانية؟ الأطفال لما بيجي طفل صغير بسنن بعرف له أغاني معينة، صح؟ مين بدها تغني للطهور؟ للطهور. طهروا يا شلبي ونولوا لبيو، 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 يا دموع الغالي صقنا على بهنون، ويا دموع الغالي نزلت على ديو، ويا دموع الغالي على عمي على عمي. طيب على عمي لازم. طاحوا يا شلبي طاحوا يا شلبي ونادوا لمو، طاحوا يا شلبي ونادوا لمو، طاحوا يا شلبي ونادوا لمو، يا دموع الغالي نزلت على ديمو، يا دموع الغالي نزلت على يمو، ويا دموع الغالي نزلت على همه. هذا للتسنين. طيب ايش كمان؟ للطهور في للحصاد. احنا ايضا في موسم الحصاد، موسم الخير والحصاد. بدنا نسمع الريف التراث الفلسطيني شو بيحكي في الاهازيج. يا ريت تسمعينا. ريت الزارع ما يطلع ولا تهل الحصيدة، ريت الزارع ما يطلع ولا تهل الحصيدة، ريت لا حبيبي ما يطلع ولا تغل تسني ولا تغل تشرسني، خلي ابوي يفطر يعطيني لابن عمي، يعطيني لابن عمي، سامح ما يطلع ولا تغل القطاني، ولا تغل القطاني، خلي ابوي يفطر يعطيني لابن خالي، يعطيني لابن خالي. خلص. طيب بدنا هلا خالتي قامت بدها ترقص لنا الرقص الفلاحي الاصيل، بدنا نغني لها نرجع للعرس الفلسطيني وهو اساس كل هاي الاغاني تراثنا. بدنا نحكي لما بتطلع العروس واهل العريس بدهم يروحوا يجيبوا العروس. هلا انتم شو بتغنوا للعروس؟ سموني غالية وما معاي مال، سموني غالية وما معاي مال، سموني غالية وما معاي مال، وطلعوا تنتنا تعز ودلال، وطلعوا تنتنا تعز ودلال. معي فلوس
يما وذل العدو يا حضرك يا يما من يقدرك هذنا يا كتلمي اللي كامل لنا خواطرنا يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم، صباح الخير والبركة والرزق والتراث والأصالة من عندكم من عصيرة الشمالية. مشاهدينا، هذه أجواء الفرح الفلسطيني الأصيل اللي بتمتع برفيته بتراثه بأصالته، متجذر بالجذور الفلسطينية. نيجي لهون مشاهدينا، بنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الفقرة الريفية الأصيلة من عصيرة